مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. وأول مبتدأ والثاني فاعل أو نافي أسار ثاني. وقس وكاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر. ورفع مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ. والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والآيات شهيدا. ومفردا يأتي ويأتي الجملة حاوية معنى الذي قاتل. وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. والمفرد الجميد فريغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. وأخبروا بظرف أو بحرف جر، وإن معنى كائن أو استقر. ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة، وإن يفد فأخبرا. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النميرة. وهل فتى فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا. ورغبة في الخير خير، وعمل بر يزين وليوقس ما لم يقل. والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. فامنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عادمي بيان. كذا إذا ما الفعل كان الخبر، أو قصد استعماله منحصرا. أو كان مسندا لذي لم ابتداء، أو لازم الصدر كمن لمنجد. ونحو عندي درهم ولوطن، ملتزم فيه تقدم الخبر. كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر. كذا إذا يستوجب التصدير، كأين من علمته نصيرا. وخبر المحصور قدم أبدا، كما لنا إلا اتباع أحمد. وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما. وفي جواب كيف زيد قل دني، فزيد استغني عنه إذ عرف. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وفي نص يمين ذا استقر. وبعد واو عيان مفهوما معك، مثل كل صنيع وما صنع. وقبل حال لا يكون خبر عن الذي خبره قد أدمر. كضربي العبد مثنيا وأتم، تبيني الحق منوطا بالحكم. وأخبروا باثنين أو بأكثر، عن واحد كهم سرات شعراء. فارفعوا كان المبتدأ اسما، والخبر تنصيبه ككان سيدا عمر. ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس
لشبه نفي أو لنفي متبعا، ومثل كان دام مسبوقا بما كأعطي ما دمت مصيبا درهما، وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل، وفي جميعها توسط الخبر عاجز وكل سبقه دام حضر، كذاك سبق خبر من نفيا فاجئ بها مثلوة لا تليا، ومنع سبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يكتفي، وما سواه ناقص والنقص في فتئ ليس زال دائما كفي، ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر، ومؤمر الشان اسما وإن وقع مهم ما استبان أنه امتنع، وقد زاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدما، ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا تشتهر، وبعد أن تعويض معا هرتك كمثل أما أنت بر فاقترب، ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك، وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء، رفع معطوف بلكن أو ببل بعد منصوب بملزم حيث حل، وبعد ما وليس جر البل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر، في النكرات أعملت كليس لا وقد تليلت وإن ذا العملا، وما ليلت في سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فاشا والعكس قل كان كذا وعسى، لكن نادر غير مضارع لهذين خبر، وكونه بدون أم بعد عسى نزر، وكذا الأمر فيه عكسا، وكعسى حر ولكن جعل خبرها حتما بأم متصلا، وألزم خلولا قاء مثل حر، وبعد أوشك انطفاء نزرا، ومثل كاد في الأصح كرب، وترك أم عن الشروع وجبا، كأنشأ السائق يحدو وطفيق، كذا جعلت وأخذت وعليق، واستعملوا مضارعا لا أوشكا، وكذا لا غير وزادوا مشكا، بعد أسخ لولا قاء أو شق قد يرد غنى بأن يفعل عن ثان فقط، وجردا عسى أو ارفع مضمر بها إذا اسم قبلها قد ذكرا، والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت، وانطق الفتح زك، لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن بناه ذو بغني، وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البابي،
صلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرت وإني ذو أمل وكسر من بعد فعل علق باللام كاعلم إنه لذو تقى إذا فجأة أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي مع تلو فالجزا وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لا وزر ولا يلي قد نفي ولا من الأفعال ما كرضيا وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سمع على العدا مستحوذا وتصحب الوسيط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراداه معتمدا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا فيه غالبا بإن بمصلا وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو قال ذكر لو خففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضارعا وبعد ذاك الخاء